احنا طول النهار والليل عمالين ندعي ربنا اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. ولو في حد جدته او جده عايشين ربنا يديهم الصحة، هتلاقيه بيقعد يقول له الايام بتاعتكو دي غريبة جدا. احنا على ايامنا ما كانش فيه كم الوباء والامراض الكتيرة والغريبة دي، وما كانش عندنا الغلا الفاحش اللي موجود على ايامكو ده. وبيستغربوا جدا ايه سبب الوباء والغلاء ده. تعال اقول لك السبب، بس مش انا بقى اللي هقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم من اكتر من 1400 سنة هو اللي عرفنا السبب. بس قبل ما ادخلك في صلب الموضوع، تعالى بس نرجع خطوة واحدة لورا واقول لك سبب الفيديو دوت. السبب هو البوست اللي انت شايفه قدامك دوت، واللي فيه راجل واضح ان هو يعني بمنتهى الصراحة بيدعو واحدة للزنا. هو بيقول لك انا 40 سنة وساكن لوحدي واتمنى صديقة اتكلم معاها. خلينا ما نحورش على بعض، دي دعوة صريحة للزنا. يعني واحد بيقول لك انا 40، طب تمام، عايز ايه؟ قاعد لوحدي، معروفة، يعني وش احنا مش هنضحك على بعض. طيب اتمنى واحدة اتكلم معاها او اتمنى صديقة اتكلم معاها. يعني تعالى دلوقتي اخش اعمل اكونت فيك على الفيسبوك وانزل برنامج اللي هو بيغير اصوات واكلمه، تمام؟ هل انت عندك شك 1% ان بعد 5 دقايق مش هيبعت لي وتعالى كني واحدة يعني تعالي والبيت عندي وانا فاضي ومش عارف ايه ونقضي وقت حلو مع بعض؟ مفيش شك 1%. طيب، اللي انا عايز اتكلم عنه، طيب انت راجل عندك ظروف معينة، ما قدرتش تتجوز لاسباب مادية، حصل لك ظروف، ارمل، طلقت، ايا مكان، ووقعت في الذنب. مش هتكلم دلوقتي عن المشكله دي، لكن المشكله الاهم والاكبر واللي انا عايز اتكلم عليها في الفيديو دوت هي الجهر بالمعصيه وخطورتها، مش بس على الفرد اللي بيجهر بالمعصيه، لا، على المجتمع ككل. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم المهاجرين بيقول لهم يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. ايه اول حاجه بدأ بيها؟ لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وربنا عز وجل بيقول فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى المجتمعات اللي تتصالح مع فكرة المجاهرة بالمعصية، ان كل واحد يقع في ذنب يعلن الناس بشكل ما، المجتمعات دي ربنا بينزل عليها العذاب. وربنا عز وجل كمان بيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده جدا وقال ايه؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. يبقى انت ربنا ابتلاك بأي بلاء وخلاص هتعمل الذنب ده مش على النت، ما تخشش تكتب على النت وتفضح الدنيا وتوحي ان المجتمع كله كده. لا، ابن حجر رحمه الله بيقول من قصد اظهار المعصية والمجاهرة اغضب ربه فلم يستره، ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره اياه. فلم نفسك بقى، والمعاصي اللي انت فيها دي خليها جوه اوضتك، ده لو مش قادر تتوب عنها يعني. طيب اجمالا بقى ونصيحة للمجتمع ككله، المجتمع يعمل ايه مع شخص زي ده؟ انا دلوقتي عايش في منطقة لقيت حد كاتب بوست زي ده، المفروض المجتمع او الحي يعمل ايه؟ المفروض من اهل الحل والعقد او الناس الكبيرة، يعني يجي مثلا امام المسجد اللي في المنطقة مع كبير المنطقة او اقدم عيلة او اكبر عيلة او الراجل التاجر اللي ليه محلات كتير وسمعة والناس كلها بتبجله وتحترمه، يجي معرفش حد برضو يعني ذو رأي مسموع، يتجمعوا 3 4 ويروحوا لأهل الراجل ده ليه أخ، يقولوا يا عم شوف أخوك بيعمل إيه، أخوك داير على النت بيطلب أنا آسف نسواني يقولوا بطريقة غير مباشرة. لو ليه أب يروحوا لأبوه، لو ليه له أم يقول حاجة جوزي ابنك ولا اعملي أي حاجة
بس الراجل بيفضح نفسه وبيفضح العيله وبيفضح المنطقه كلها، وده لا يجوز. ويستحملوا بقى لو حد يعني وقعوا في ناس ربنا يهديهم، او عيله مش كويسه، فيقولوا انتوا مالكوا وحد يجي جنبكوا واحنا نعمل اللي احنا عايزينه. يستحملوا فكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموضوع يعني يتحل بأضيق شيء ممكن، لان الموضوع مش هيتحل على مستوى الدولة. يعني هو الراجل قانونا لم يرتكب جرم، هو راجل كل كلماته ايحاءاته بشكل ايه غير مباشر. فما لو رحت رفعت عليه قضيه يقول لك يا عم انت مجنون، واحد زهقان وعايزه يكلم واحده في التليفون، ايه الجريمه في كده قانونا؟ مفيش. يبقى بس المجتمع يأثم، والموضوع دوت يعتبر فرض كفايه. يعني لو عملوا 3/4 من الحاره اللي الراجل ده فيها يسقط عن باقي الحي. لكن لازم نتحرك، لازم الناس دي ما تبقاش موجوده في وسطنا بالشكل ده، لان هم من ضمن الاسباب الغلاء والوباء والمصايب السوداء اللي احنا فيها. جزاكم الله خيرا. ويعني دي كانت نصيحة كده بسيطة، ولو حد عنده يعني أي تعليق أو أي تعقيب أو نصيحة وشايف إن أنا كنت غلط في حاجة يعني يصلح لي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.